عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا مرة ثانية بعد غياب يومين، وطبعا حلقة جديدة من برنامج ماذا نأكل في رمضان. طبعا اليوم راح نغير نوعية الأكل وطريقة الأكل. اليوم سمك. طبعا هاي السمكة راح نسويها بالفحم مثل ما تشوفون. هذه طبعا سمكة ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. سمكة كبيرة يعني من خلال يدي تبين. طبعا تقريبا ما شاء الله وزنها حدود 3 كيلوات او اكثر، 3.5 تقريبا. نشوفكم اياها بالشكل هذا. سمكة بصراحة من الاخر، سمكة رهيبة. طبعا هاي راح نسوي لها تتبيل بيها ثرب وهاي كاملة. طبعا نتبلها ان شاء الله تعالى ورا ما نكمل تتبيلتها راح طبعا العصر ان شاء الله، يعني نتركها فترة من الزمن، والعصر ان شاء الله تعالى راح نشويها على الفحم. وراح طبعا مع بعض المقبلات مالتها وبعض الخضروات راح تصير طبعا سمكة رهيبة. طبعا ان شاء الله تعالى نقول لكم على الطعم مالتها، وسهمكم العافية، وراح افتقدكم. مع السلامة. طبعا نكمل الفيديو. طبعا هسه خلينا السمكة على الفحم. هذا الفحم طبعا بهذا الشكل. طبعا هي يفترض تتخلى بشكل عمودي افضل، يفترض تتخلى بشكل عمودي افضل، لكن احيانا اذا ما تقدر تخليها ماكو فد شي تخليها يعني بشكل عمودي، تقدر تخليها بهذا الشكل الافقي، لكن شوي تبعدها عن النار حتى لا تحترق. وطبعا عموما هي طبعا حجمها ما شاء الله مثل ما تلاحظون، حجمها كله جيد. السكينة العادية او الخشبة العادية هنا يبين حجمها بشكل واضح ما شاء الله. هي تقريبا 3 كيلوات ونص. عموما هسه انا شوية طبعا راح نخلي لها شوي دهن زيت زيتون او زيت عادي. وهنا الطريقة العراقية القديمة بهذا الشكل، قليل يعني صراحة هواية. شوية حتى يعني نقول عليها حتى لا تصير يابسة. كما تلاحظون فرشة عادية، هاي الفرشة خاصة بالطبخ. وناخذ شوي دهن بهذا الشكل، نطريها شوية، نعطيها طراوة. طبعا على فكرة التتبيلة خاصة بيها جاهزة، بس تريدها شوي تستوي بعد. طبعا واحد يقول هذا طبعا كلش كافي، من الوجه ما راح نخلي له شوية. واحد يقول زين شلون خليتها مباشرة بالطريقة هاي. طبعا بداية أنا من أول ما أخذناها سبجة وفتحناها، بس طلعنا الحشو يعني بطنها الداخل، ثروب وهاي الداخلة، وبس خلينا عليها ملح، ومباشرة خليناها وجبناها. يعني خليناها ملح وتركناها مدة تقريبا 4 إلى 6 ساعات، وجبناها هنا مباشرة بدون أي تنظيف طبعا. حتى هذا القشر وهاي التفاصيل كلها تبقى على ما هي عليه. يعني هاي الطريقة العراقية القديمة طبعا، بدون يعني أي غسل مي وبدون أي شيء. وراح تشوفون طبعا تطلع يعني مو طبيعية، رهيبة تطلع. زين عشان تستوي إن شاء الله، يعني إن شاء الله أراويكم يعني تستوي وأقول لكم على طعمها. طبعا الدجاج على الفحم والسمك على الفحم طبعا فشي رهيب بصراحة، يعني ما ينوصف بصراحة. الدجاج على الفحم والسمك على الفحم يستوي براحته وياخذ استواءه بشكل طبيعي، ويصير يعني شيء من الآخر. طبعا نلتقي ورا ما تكمل إن شاء الله، نلتقي وأقول لكم طعمها شلونه. طبعا بدت شوية السمكة تستوي مثل ما تلاحظون. طبعا اريد هم اجاوب على كم سؤال. هذه طبعا الظهر مالتها وجه كما تلاحظون ما شاء الله، شكل صراحة ما شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عموما وطبعا اريد اجاوب على كم سؤال. نوع الفحم احيانا يقولون هذا الفحم
او الخشب اللي يستخدم، هل يأثر يعني على طعم السمك؟ اي طبعا هذا يأثر، انا مجربه. اكو نوع من خشب البرتقال، اكو نوع من خشب الليمون، اكو خشب نارنج، اكو اخشاب هواية انواع طبعا الصراحة، اللوز، كل هذا طبعا يأثر لأنه يطعم بالسبكة، ويصير طبعا مختلف يعني صراحة الطعم يطير اختلاف بالطعم صراحة. هذا يعني هذا بالنسبة لي فحم عادي وخشب معين يعني. واكو هم يعني نقول على بالنسبة لنوعية السمكة نفس الشيء، طبعا نوعية السمكة مثلا على سبيل المثال مثل هاي السمكة شنو نوعها، يعني طبعا ايضا نوع السمك اذا كان بني، اذا كان مثلا كاريبي، اذا كان مثلا سمك مثلا زبيدي والى اخره. اكو سمك ينشوي، اكو سمك ما ينشوي بس تقلع. هذا هم يأثر على الطعم، بس أنا برأيي يعني أكو شيء آخر بدي أحكي عليه على الطعم هم. أكو نوع من السمك، نوعين من السمك يعني بغض النظر عن إذا كان كاريبي أو زبيدي أو بني أو إلى آخره. أكو نوع يسموه نوع حر، سمك حر، واكو سمك مع الاحواض. هذا هو الفرق اللي يعطي طعم بصراحة مختلف. السمك الحر اللي هو طبعا يعيش على على الاعشاب وعلى السمك الصغار اللي ياكلها، يعني بشكل اعشاب بشكل شغلات، يعني يعيش حر كانه حر بالمي، وطعمه طبعا يكون مختلف تماما عن طعم السمك الاحواض اللي يغذوه على الاعلاف. هذا يختلف طعمه طبعا بشكل مو طبيعي. هو هذا الاشياء اللي اريد اقولها يعني بالنسبة لطعم يفرق بالنسبة إذا كان حر وإذا كان أحواض. طبعا الحر هو شيء مو طبيعي، طعمه كلش خرافي، أما بالنسبة للأحواض لا، طعمه يصير طعم عادي. كذلك يعني كل الدجاج ولحم الغنم يختلف طبعا من إذا كان يعني حر تسميه إحنا ياكل على أعشاب أو ما شابه ذلك، أو إذا كان يعني علف هذا العلف نسميه احنا مواد كيميائية والى اخره، لكن فقط التسمين. اما هذا بالنسبة انه كأنه يعيش بشكل يعني حر، ياكل من الاعشاب وايضا بدون قيود، يعني بدون ما يتقيد. هو يعني السمك اذا ما يتقيد او حتى يعني الدجاج او الغنم او البقر اذا ما يتقيد وياكل حر بشكل طبيعي واكل نظيف، طبعا يطلع اللحم مالته نظيف بصراحة. هذا يعني يفرق هواي طبعا بالنسبة للطعم. زين. ايضا طريقة الشوي اذا كانت على الفحم واذا كانت بالفرن، يعني فرن الغاز، هم يختلف الطعم بشكل واضح. هذا يعني مع الخبرة مع الوقت راح يعرف الشخص، او مع الاستمرارية بعمل مثل معين راح يعرف الشخص شلون يعني راح يميز ويخلي فرق بين هاي الاشياء. وعموما هذا طبعا باختصار اللي حبيت احكي بيه بخصوص يعني الشوي والطبخ اللي بدي احكي بيه. وطبعا اتمنى تدعمون القناة والاشتراك فيها، واذا عجبكم الفيديو سووا لايك، وطبعا يسلمكم العافية صراحة. بس اريد اقول شيء قبل لا اغلق الفيديو، وانا تقريبا هي استوت بعد تقريبا 5 دقائق ل 10 دقائق تستوي. هي طبعا هنا بس مجرد ملح وفلفل اسود فقط خلينا بيها، ما خلينا بيها اي شيء. زين، شنو بعد نسوي؟ ممكن نسوي شيء اضافي، وهو نطليها بالخلطة الخاصة بيها او الصلصة الخاصة بيها، ونخليها على النار تقريبا حدود 10 دقائق لما الخلطة اللي نخليها تتشرب بالسبكة، يعني نخليها وجه وظهر. بس راح نجيبها احنا طبعا نخليها، وبعدين تطنكها طبعا مو طبيعي. يعني ما يصير تخلي الخلطة اذا الدجاج او السمك او اللحم تخلي الخلطة وياها من البداية. طبعا انا برأيي اكو ناس تخلي هيك خلطة من البداية، انا افضل يعني تستوي تخلي لها الخلطة، تخليها 10 دقائق الى 5 دقائق بعدين تشيلها. بصراحة غير هذا الشيء يعني مجربه بس يطلع مو طيب لانه يحترق. وهاي تعتمد على الطباخين شنو اللي يخليه من الخلطة. طبعا انا بالنسبة لي الخلطة مالتنا هي مجموعة بهارات وليمون وزيت زيتون
والكركم يعني هي من ضمن البهارات. زين. ويعني شنو اللي يحب واحد يخليه كسمك. طبعا هذا اللي اريد اقوله. شكرا ومع السلامة وصحتكم العافية. رجعنا مرة ثانية وهاي طبعا السمكة ما شاء الله، اللهم صل على محمد وعلى محمد. هذا الخبز الحار وهاي السلطة طرشي وهذا المخلل. وهذه السمكة طبعا استوت ما شاء الله. هذه صارت جاهزة هسه. وصحتكم العافية. مع السلامة.